اليمين قلنا بمعنى القوة، كذلك اليمين كانوا إذا أقسموا يضعون أيديهم بعضها ببعض، فسميت الأيمان يمين من هذا الباب، سمي الحلف يمين من هذا الباب، لأنهم يستخدمون اليد اليمنى. وأنت تعلم العرب لا تقول لمن يكتب باليمنى شيء، لأن الأصل أن الناس يكتبون باليمين، لكن من يستخدم يده اليسرى يسمونه أعسر، واليمنى اليمين من حيث الجهات ضده الشمال، وكذلك اليمين في اليد ضدها الشمال، لكن كذلك اليمنى ضدها اليسرى. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكتب بيسراه، يكتب بماذا؟ بيسراه. سميت اليسرى يسرى لماذا؟ الآن لو قلت لك أمر يسير، إيش معنى أمر يسير؟ سهل. فالذي سميت اليسرى يسرى، من يجيب؟ نعم، مو بسهل، لأن الأصل ما أحد يستخدمها، ليس لديها عمل، وكل الثقل على اليمين، فسميت اليسرى يسرى لأنها يسيرة لا تعمل. هذا من يكتب باليسار يسمى أعسر، ولا يسمون من يكتب باليمين شيئا لأنه أصلا بيكتب باليمين. لكن لو وجد إنسان يكتب باليمين واليسار ماذا يسمونه؟ اسم واحد، يسمونه أضبط. وأظن والعلم عند الله أن كلمة ضابط في اللغة جاءت من هذا الباب، لأنه يضبط الأمر. ويسمون الكتب التي يدون فيها الأمور كتاب ماذا؟ سجل الضبط، كأن الذي يكتب بيمينه ويساره يحكم الأشياء، وهذا استطراد لغوي أعانكم الله عليه.